السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفتم بصحة واحسن حال يا رب. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي واقتصادية جدا. هنعمل كوردن بلو الاقتصادي بربع فرخة بس. هتعملي كمية تكفي البيت كله، هياكل وهيشبع، وهتعملي اطباق المطاعم في البيت يعني باقل من ربع الثمن كل البيت هياكل. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي بينا على الحبيب ونشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم زي ما احنا متعودين. عاوزين نصلي على النبي في التعليقات ونملى التعليقات بذكر الله والصلاه على الحبيب. اول حاجه زي ما شفتوا انا جبت بطاطسايه كده حجمها متوسط، مش عاوزين بطاطسايه كبيره. انا قطعتها كده قطع وحطيت عليها ميه ومعلقه ملح وهرفعها على النار علشان اسلقها. انا مستعجله علشان كده قطعتها، لكن المفروض ان احنا نسلقها وهي سليمه زي ما هي علشان ما تشربش معانا نسبه ميه كتيره. بس انتوا عارفيني على طول متاخره على تحضير الغداء، فقطعتها يعني علشان تتسلق بسرعه. في الوقت ده جبت بقى ربع الفرخه اللي احنا هنستخدمه في الوصفه بتاعتنا النهارده. انا قطعته كده وهضربه افرمه في الكبه. على ما البطاطس بتاعتنا تكون اتسلقت واستوت. انا شطفتها كده تحت الحنفيه بميه بارده علشان تبرد معانا، يعني علشان استخدمها على طول. وصفيتها طبعا من اي ميه زياده فيها. وهزود البطاطسيه بتاعتنا لربع الفرخه، وبعد كده بقى هزود الملح والبهارات. انا حطيت معلقه صغيره كده من الملح، وهحط فلفل اسمر، وهحط توم باودر وبصل باودر تقريبا نص معلقه صغيره من كل حاجه. يبقى ملح، فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، بابريكا. واحط السبع بهارات وبهارات فراخ. وكان عندي كده اكياس بهارات برجر جاهزه، اخدت منها معلقه صغيره تعزز الطعم معانا. تمام، احنا عاوزين يعني ميكس بهارات كده يبقى ريحته وطعمه حلو علشان يخلي الفراخ بتاعتنا طعمها حلو. خصوصا ان احنا مستخدمين اضافات تزود معانا الكميه زي البطاطس. لما نكونوا حاطين على الفراخ اي اضافه تضاعف الكميه بقى، سواء بطاطس مهروسه او رغيف فين وكده بلينه في معلقتين ميه او اي اضافات، بنحاول ان احنا نظبط البهارات علشان يعني ايه الاضافات دي طعمها ما يبانش. تمام، فانا استخدمت ميكس بهارات حلو كده. في الاخر مش هتحسي اصلا ان في بطاطس في الوصفه معاكي. وزودت معلقه كبيره مليانه من البقسماط. هي هتحتاج معلقه واحده كبيره مليانه من البقسماط، ما تزوديش بقسماط عن كده. وهضرب الكلام ده كله مع بعضه في الكبه كويس لحد ما تبقى معايا عجينه متماسكه بالشكل ده. انت بتحسي ان هي بتلزق شويه بس هي متماسكه مش طريه قوي. تمام يا حبايبي. كده خلاص احنا خلصنا حشوة الفراخ بتاعتنا. هنشوف بقى الحشوات اللي هنحشي بيها الكوردون بلو الاقتصادي. ممكن ان انت تحشيه لانشون، لحمة او فراخ، مع معلقتين كده من الجبنة الموتزاريلا. لكن الاساسي ان انت تجيبي شرايح جبنة شيدر وتركي مدخن مثلا وتحشيها بيه. انا للاسف الحاجات دي كانت لسه مجمدة عندي في الفريزر، نسيت اطلعها من بدري تفك. فحاولت كده، يعني انا كنت ناوية الجبنة الشيدر دي اقطعها شرايح شبه شرايح الشيدر الجاهزة، بس معرفتش بقى، والتركي اتقطع مني حتت كده لان حاولت افصله وهو مجمد راح متقطع معايا. فاي حشوه تقدري تضيفيها زي ما اتفقنا تقدري يعني ايه تكتفي بايه بلانشون الفراخ. ولانشون لحمه مع معلقتين جبنه موتزاريلا. ممكن تستخدمي تركي مدخن، سلامي، في ناس بتحب تحط بسطرمه، في ناس بتحشي جبنه موتزاريلا بس. الحشوه زي ما انت حباها، في ناس بتشوح شويه مشروم كده مع شويه جبنه موتزاريلا وتحشي بيهم. فدي حاجه ترجع لك. تمام، بس هي دي تعتبر الحشوه الاساسيه بتاعه الكوردون بلو، التركي المدخن مع الجبنه بقى سواء شيدر او موتزاريلا. بجيب بقى كيس تلاجة معايا وبدهنه بمسحة خفيفة كده من الزيت. وبجيب كورة من الفراخ وبفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبحط الحشوة بتاعتي وببدأ ان انا اقفلها، بس بقفلها كده زي محشي ورق العنب، يعني بنقفل من الجوانب علشان الحشوة ما تخرجش معانا واحنا بنقليها في الزيت، الجبنة الموتزاريلا ما تخرجش بره. وبروح قافلاها بالشكل ده. لو في اي زيادة من الفراخ بنشيلها زي ما اتفقنا. وببرم الكيس كده شبه البونبوني. بتلاقي معاكي القالب بتاع الكوردون بلو جاهز كده ومتماسك. في ناس بتحب تلف كل واحده في كيس تلاجة كده، او بيستخدموا ستريتش راب وهما بيلفوا. بس احنا مش محتاجين نستخدم نلف كل واحده يعني في ستريتش راب او في كيس تلاجة، لان ما شاء الله متماسك معانا. فمجرد ما بشكله كده بشيله من الكيس وبعمل في كيس باقي الكميه كلها. طبعا انتوا عارفين ان اساس الكوردون بلو بتعمل بصدور الفراخ. بنجيب صدور الفراخ كده بنفتحها شبه الفراشه كده او البانيه، وبنرقها كده وبنحط الحشوات وبنلفها. فانا عملت معاكم فيديو قبل كده الكوردون بلو الاقتصادي بربع فرخه برضو، بس من غير بطاطس. يعني لو حابين ما تضيفوش بطاطس انا عملت فيديو ليكم هسيبه لكم في صندوق الوصف. كنت عامله معاه مكرونه بالبينك صوص. فلو مش حابين تضيفوا بطاطس دي حاجه ترجع لكم. احنا ضفناها علشان نزود معانا الكميه. وعلى فكرة طعمها مش باين خالص، يعني اي حد هيدوقها مش هيحس ان هي فيها بطاطس خالص. بس انا برضو بعرفكم ان احنا سبق وعملنا وصفة تانية، لو حابين برضو تشوفوها.
واللي من غير بطاطس طعمها شبه الكوردن بلو الاصلي، لان كده كده هي عباره عن فراخ، بس فراخ مبهرينها آه، وحاطين فيها نفس الحشو بتاع الكوردن بلو. في مطاعم دلوقتي بقت بتعمل كده، بتعمل الكوردن بلو بفراخ مفرومه بدل شرايح فراخ صحيحه كده، علشان تبقى ضامنه تسويه اكتر، وفي نفس الوقت برضو يعملوا كميه اكبر معاهم. يعني الفيديو بتاع النهارده اقتصادي الاقتصادي يعني احنا عملنا كوردن بلو اقتصادي، ده اقتصادي اكتر منه بقى. تمام. آم، بعد كده ايه، انا هنا بوريكم وانا بلف. ممكن تجيبوا اللي هي النشابه دي وتفردوا بيها الفراخ، بتبقى اسهل معاكم آه واسرع يعني عن انكم تستخدموا ايدكم. هخلص بقى كل الكميه معايا هيعملوا 7 رولات، بس حجمهم كبير ما شاء الله. وبعد ما بلف الرول كده بضغطه بايدي علشان اتاكد انه اتقفل معايا كويس. انا هخلص بقى باقي الكميه بنفس الطريقه، وتقدروا ان انتوا تدخلوه الفريزر يجمد معاكم قبل ما تكملوا فيه الكفر. بس انا كنت مستعجله، وهو كده كده متماسك معايا، يعني هعرف ان انا احطه في الكفر براحتي. فجبت بقى مقرمشات ذره صفراء. انا بصراحه بحب الكوردن بلو والبانيه، الشركات والحاجات دي استخدم مقرمشات الذره الصفراء دي، بتجيبيها من عند العطار، بتبقى رخيصه جدا. بس لما بجيبها لازم افرمها في مطحنه الخلاط، انعمها شويه لانها بتبقى ناشفه وقطع كبيره كده، فلو استخدمناها زي ما هي هتوجع الاسنان، يعني هتبقى قاسيه على الاطفال وهم بياكلوها. فلازم بطحنها في مطحنه الخلاط، وتستخدمي مقرمشات ذره صفراء مع شويه كده من البهارات، رشه توم باودر، بصل باودر، رشه ملح وفلفل. ممكن تحطي معاها معلقه نشا. النشا دايما بقيت بضيفه في اي كفر حاجه بقليها، لانه بيخلي الحاجه ما تشربش معايا زيت وانا بقليها في الزيت، وفي نفس الوقت بتخلي الحاجه لونها ذهبي فاتح كده، ما تتحرقش معايا بسرعه. تمام يا حبايبي. انا كميه مقرمشات الذره الصفراء اللي كانت عندي النهارده ما كانتش كفايه، فزودت بيها شويه بقسماط. تمام. لكن بصراحه انا ما بحبش ان انا احط الكفر بقسماط بس، لان بحس ان البقسماط بتحروق كده في الزيت ولونه بيغمق بسرعه. مقرمشات الذره الصفراء دي هاتوها من عند العطار، لو جبتوا ب10 جنيه هيديكوا كميه كبيره يعني. بس اهم حاجه زي ما اتفقنا نعملها في الكبه بتاع الخلاط الاول، ننعمها شويه. وانا بحب اي كفر اعمله لاي حاجه ان انا اتبله، اخلي الكفر نفسه طعمه حلو. وجبت طبق كده فيه شويه دقيق وبيضه، وطبق تاني في قلبه بيضه عليها معلقتين كده من اللبن ورشه ملح وفلفل اسمر. وبحط الرولات بتاعتي بقى في الدقيق وانفضها من الدقيق، وبعد كده البيض، وبعد كده البقسماط بتاعتنا. وبضغط عليها في البقسماط كويس علشان يلزق عليها كويس والكفر معانا يبقى متماسك. وهدخلها الفريزر بقى 10 دقايق كده على ما نحضر المكرونه. انت لو قدامك وقت دخليها الفريزر براحتك، انت ممكن تقدري تخزنيها كده لرمضان، يعني تعملي كميه وتخزنيها وتطلعيها جاهزه على التحمير براحتك يعني. في الوقت ده انا كنت هسلق مكرونه، بنوتي هي اللي اختارت الشكل. فبسلقها في حله فيها ميه مع معلقه ملح، مش بحط في سلق المكرونه اكتر من كده. وبالنسبه بقى للمكرونه بتاعتنا، انا هعملها مكرونه كده بالوايت صوص والمشروم. فجبت الطاسه بتاعتي، حطيت فيها حوالي 3 مكعبات كده من الزبده. مش شرط ان احنا نستخدم زبده، علشان الناس اللي بتاخد الوصفات كده حرفي، عندك زيت استخدمي، عندك سمنه استخدمي، حطي سمنه مع زيت، كله حلو. بس هي الزبده طبعا بتدي طعم حلو معانا. الزبده بحط عليها كده معلقه زيت علشان ما يتحرقش معايا بسرعه. وهقطع عليها كده بصلايه صغيره، هقطعها ناعم، وهشوح كده البصلايه مع الزبده. وبعد كده هقطع عليهم حوالي 4 فصوص من التوم. التوم بقى بيدي ريحه ونكهه حلوه قوي. لو عندك فلفل الوان تقدري تجيبي فلفل الوان وتقطعيه كده قطع صغيره برضو وتشوحيه مع البصل والتوم، بس انا ما كانش عندي، فهكتفي بالبصل والتوم. هفضل بقى اديهم تشويحه مع بعض كده لحد ما ريحه التوم تطلع معايا. وبعد كده هنزل عليهم بالمشروم. المشروم اختياري، موجود عندك استخدميه، مش موجود كملي الوصفه كانك ما شفتهوش، بس انا عندي بيحبوه. وحتى لما جبت المشروم الفريش، انا بنتي ما بتحبش غير المعلب ده. فالمعلب فيه منه انواع، في انواع كده بتيجي تاكليها تحس ان هي عامله زي اللبانه كده او زي الجلد كده، ملهاش طعم خالص. علشان كده انا بقالي كذا فيديو بصور نوع المشروم اللي انا بستخدمه، لاني نسايه موت وكنت بجيب نوع كان طعمه حلو قوي ونسيت اسمه ايه، يعني كان شكله كده شرايح مشروم حلوه، واستخدمتها معاكم قبل كده في بيكات الدجاج بالمشروم. وكان طعمه حلو لحد ما في يوم اتدبست جبت علبه كبيره، لقيت طعمه ما يتاكلش فزعلت قوي. فبقيت كل فيديو اصوره معاكم. هو كان انا مشهور طبعا، بس بصراحه انا حبيت اللي انا استخدمته معاكم الفيديو اللي فات اكتر. الفيديو اللي فات كنا مستخدمين دوبيلا، دوبيلا احسن من كان ده حسيته يعني ايه بياخد مضغه كده شويه، بس كان حلو يعني مقبول. بس يعني مش هجيبه تاني، هدور على نوع يكون احسن.
تمام. انا شوحت المشروم كده مع البصل والثوم تشويحه حلوه. انا بعد ما طلعته على فكره من الكان شطفته كده في مصفى علشان المواد الحافظه اللي كانت فيه، وحطيته مع البصل والثوم زي ما اتفقنا وشوحناه، وبعد كده نزلت عليه ب3 معالق من الدقيق، اديتهم تشويحه حلوه كده لحد ما الدقيق اتحمص معانا وريحته طلعت. وبعد كده نزلت عليهم بلتر من الحليب، كيلو من اللبن. مش شرط ان انت تستخدمي كل الكميه لبن، انت ممكن تحطي كوبايتين لبن مع كوبايتين من الشوربه، ما عندكيش شوربه يبقى كوبايتين ميه مع مكعب مرقه. بس انا كان عندي اللبن فحبيت بقى ان انا استخدم الكميه كلها لبن، فحطيت لتر اللبن وحطيت فيه مكعب مرقه برده عشان يبقى طعمه حلو، وحطيت فيه ملح وفلفل اسمر، ما حطيتش اكتر من كده. وبفضل اقلب فيه، هتلاقوا القوام بدا يتقل معانا. لو حسيتوا القوام مثلا تقيل معاكوا قوي تقدروا تخففوه بلبن او ميه او حتى بميه سلق المكرونه او شوربه لو عندك. هو كده الصوص خلاص جاهز. انا مش بحط المكرونه في الصوص غير وقت الاكل، لان الصوص طبعا في الجو البرد ده هيبرد معانا وبيمسك نفسه كده. فركنته على جنب وقلنا نحمر الكوردون بلو الاول. انا بحمره في زيت، الزيت يفضل انه يكون غزير. الزيت معانا سخن بس على نار متوسطه. انا اول ما حطيته كده في الزيت سخن وطيت النار خليتها اقل من المتوسط كمان علشان اضمن التسويه بتاعته، لان انا عامله الرولات حجمها كبير، يعني الرولات مش ظاهر في الكاميرا بس حجم الرول كان كبير. لما بياخد معايا لون بقى ذهبي ببدأ ان انا اقلبه، بس بقلبه على الاربع نواحي علشان اضمن التسويه. تمام يا حبايبي. ومقرمشات الذره الصفراء زي ما اتفقنا بتدي لون ذهبي وحلو قوي وما بتتحرقش بسرعه زي البقسماط، عشان كده انا بحبها لما باجي اقلب كوردون بلو، اللي اعمل بانيه الشركات والحاجات دي بيديني اللون الاصفر الذهبي شبه اللي بنشتريها جاهز من بره. هو اخد معايا في الزيت حوالي 10 دقايق او حتى يعني ممكن 12 دقيقه كمان، لان زي ما قلت لكم انا بحمره على نار كده اقل من المتوسطه علشان اضمن التسويه بتاعته. بس يعني اخر دقيقه قبل ما اطلعه عليت النار علشان لو شرب معايا اي زيت يصفيه ويقرمش معانا كده. بعد كده بقى جبنا الصوص زي ما شفتوا، الصوص على ما ركنته على جنب على ما حمرت الكوردون بلو كان تقيل معانا ازاي، فرحت جايبه شويه ميه مزوداهم عليه ومخففاه بشويه ميه. والمكرونه بتاعتي طبعا كانت اتسلقت، هروح حاطه فوقها الصوص كده. والمكرونه انا مش بسويها 100%، يعني بسويها حوالي 95% ولا حاجه، علشان بديها تقلبتين في الصوص كده وبسيبها فيه كام دقيقه يعني تتشرب منه وكله ياخد من طعم بعضه كده. وكده خلاص المكرونه بتاعتنا بقت جاهزه. الكوردون بلو بتاعنا بقى لما خرجناه من الزيت كده انا حطيته على مناديل مطبخ علشان يصفي اي زيت زياده موجود فيه. وزي ما انتم شايفين الكميه ما شاء الله كميه كبيره، والرول نفسه حجمه كبير. هبدا كده ان انا اقطعه معاكم. الجبنه سايحه جوه، انا عملت رولات كده حطيت فيها لانشون ورولات تانية لا. وهنا بنوتي بقى كانت واقفه معايا عاوزة تاكل، كل ما اقطّع كده تاخد وتاكل، كان عاجبها أوي. الأطفال بيفرحوا وبيحبوا الحاجات دي، فنحاول كده إن إحنا نفرّحهم، وبأقل الإمكانيات والله يا جماعة تقدروا تعملوا أكل المطاعم في البيت، ما تصعبوش الدنيا على نفسكم، كل حاجة وليها بدايل. حتى لو الطعم مثلًا يختلف شوية أو يختلف حاجة بسيطة أو حتى يختلف كتير، يكفي إنِّك بتحاولي في البيت. بس هو ما شاء الله كان طعمه حلو أوي، ما حدش اكتشف خالص إن في بطاطس، يعني بُصّوا خلّوا آخر اهتماماتكم إن إحنا ضايفين بطاطس مهروسة دي، لإنها كده مش بتبان خالص. هابدأ كده إن أنا أقطّعه، بصراحة كنت ناوية أحطّه في طبق كلّه متقطّع كده، وبعد كده قُلت لأ، أعمل أكتر من طبق. المكرونة بتاعتنا خطيرة، بس أهم حاجة لمّا نعملها ناكلها على طول، لإن مجرّد ما هتبرد معانا هتلاقي الصوص تقِل معانا كده ومسكت في نفسها كلّها يعني، وطبعًا الجو برد. هابدأ كده إن أنا أرص الأطباق بقى وأعمل أطباق المطاعم. شوفوا طبق زي ده علشان تاكلوه برّه هتدفعوا فيه كام. وعلى فكرة مطاعم كتير دلوقتي تاكلي عندها الcordon bleu ما بقاش شرايح فراخ زي ما اتفقنا، بقى فراخ مفرومة. وبس. أنا كده هاضبّط الأطباق، هاجيب بس في الآخر كده رشّة كزبرة خضرا علشان أزيّن بيها الطبق يبقى شكله أحلى معانا. وأنا مجرّد هاحط جنب الأكل كده طبق مخلِّل وطبق شيبسي، تقدروا إن أنتم تعملوا الشيبسي في البيت أو تحمّروا بطاطس عادي. يعني أنا شايفة إن الأكلة مش محتاجة حاجة جنبها يعني. وبس ده كان فيديو النهارده، اعذروني لو أنا كنت طوّلت عليكم، وأتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. ولو عندكم أي سؤال اكتبوه لي في التعليقات.